وصفة الخبز هذه من أنجح الوصفات اللي عملتهم بأقل مكونات طرية، تبقى هشوشة أكثر وقت. أنا عملت بها ساندويتش وانتم ما تنجموا تخبيه في الفريجيدير وتعملوا بها اللي تحبوا عليه. بالحق بسم الله ما شاء الله. نشوفوا مع بعضنا الرسات. أول حاجة أخذيت الفرينة متاعي، زدتها شوية ملح والزيت ونبسسهم مليح مليح. بعدين نبدأ نضيف في الحليب الدافي بشوية بشوية ونعجن. أهم حاجة أنكم تعجنوا مليح مليح لين العجينة تولي رطبة. كي تحسوها شاحة وانتم زيدوا هيك الحليب الدافي. بعدين غطيتها بابي كويسون خليتها ترتاح نصيف ساعة. بعدين نشكلهم الكل ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا 5 دقائق ونعمل بلان دو ترافاي متاعي بالفرينة ونحلها بالقلقال. الغاز يكون على نار متوسطة. كل 10 ثواني ندورها من جهة لجهة وديجا باش تشوفوها كيفاش تتنفخ. هذا سر نجاحها ومن غير خميرة. واذا تحبوا تخبيوها في الفريجيدير طيبوها شطر طيبه كهو، بعدين لفوها بالباهي وحطوها في الثلاجه. ان ميم طون باش نعمل مع بعضنا الشاورما. جات روعه في البنه. اسكالوب ثلجته وبعدين قصيته مربعات كبيره كيما هكا. وكيف العاده التوابل واللفاحات الكل تحت الفيديو. حركته مليح وغطيتها بابي كويسون حطيتها في الثلاجه. وكل ما يبقى دجاج في اللفاحات نتاعو يجيكم بنين على الاخر. طيبته بالطريقه هذه وهكا يكونوا ساندويتشات شاورما نتاعنا حضروا. انويتكم ومن شهيكم صحه وفرحه للناس الكل.